بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله، على حب العراق وسوريا نجتمع اليوم، نقف اليوم من أرض الغربة، من السويد، نحن العراقيين والسوريين المهجرين والمهاجرين، لنستنكر وندين ما تقوم به حكومة المالكي في عراقنا الحبيب من قتل وتخريب وسرقات وإعدامات باسم الديمقراطية، ونضم صوتنا مع صوت أهلنا في المحافظات الست الثائرة على الظلم والتهميش والإقصاء الذي تتعرض له هذه المحافظات البطلة من 10 سنوات من قبل حكومات الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق. ونستنكر جرائم القوات الحكومية التابعة للمالكي وخاصة قوات سواد سيئة الصيت وما قامت به مؤخرا في مجزرة الحويجة، حيث قتلت أكثر من 70 مواطن عراقي، نصفهم بإعدام ميداني واعتقال المئات والأسباب طائفية 100%. نحن أبناء العراق نطالب بإسقاط حكومة المالكي ودستور الاحتلال ومحاكمة كل المجرمين، وخاصة إرهاب العصر المالكي وقادة الأجهزة القمعية التابعة له، أجهزة مكافحة الشعب. ومن هنا من أرض السويد، أرض الحرية وحقوق الإنسان، نوجه نداء إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة الحقوق والمؤتمر الإسلامي، وإلى منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، وإلى رؤساء وأمراء وملوك العالم بالتدخل لإنقاذ ما تبقى من العراق، وعدم ترك الشعب العراقي بيد حكومة طائفية مجرمة فاسدة ولاءها ليس للعراق، وتعمل بأوامر إيران تقتل بدم بارد جميع أطياف الشعب وبدون استثناء، لتخلط الأوراق وتوهم الشعب والطائفية التي تروج لها كل يوم. والسلام عليكم.